أول ما قالوا إن في استعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير وعملوا دعاية وحطوا صور ملوك كتيرة جدا، ولقيت إن في صورة الملك عملت إثارة جدل. في ناس مش قادرة تفهم إن يا جماعة مش مسألة لون، إحنا كمصريين مش ضد لون، إحنا ضد فكر. التماثيل السوداء موجودة في الحضارة المصرية القديمة، الرسومات السوداء موجودة في الحضارة المصرية القديمة، اللون الأسود موجود في الحضارة المصرية القديمة. بس لازم تعرفوا معنى اللون الأسود وإيه رمزية اللون الأسود ومين الناس دول. الملك منتحوتب الثاني في ناس مش عارفاه، في ناس مش قادرة تفهم أهمية هذا الملك. وده ليه؟ لأن هما مدرسوش. الملك ده يعتبر تاني أهم ملك بعد الملك مينا، يليه الملك أحمس. يعني ده يعتبر أهم من الملك أحمس، لأن ده عمل توحيد، عمل توحيد للقطرين، زي ما الملك مينا عمل اللي هو نعرمر، زي ما الملك أحمس عمل. فجايين على ده وتضايقونا فيه. الملك ده أنا بحبه قوي وكلنا بنحبه، ده قطعة أيقونية في المتحف المصري، ده لا يقل أهمية عن راس نفرتيتي. الأثر مش بجودة صناعته أو مش بلونه أو بشكله أو بزمنه، التمثال أهميته بتعود لأهمية الشخص. الملك منتحوتب الثاني ملوش تماثيل كتير. ليه؟ لأن هو ما كانش فاضي يعمل تماثيل، الدولة كانت ضعيفة إنها تعمل تماثيل. هو كان خد الدولة وأنقذها بعد ما كانت ضايعة في العصر الانتقالي الأول، وفي الآخر مستخسرين صورة ليه تتحط في الطريق. أنا عايز أعيط. الملك ده يا جماعة لونه أسود، ولونه مهم في الحضارة المصرية القديمة. الملك المصري لما كان بيتلون باللون الأسود معناه إنه عمل حاجة مهمة جدا أثناء حياته. الملكة أحمس نفرتاري لما اتسجلت باللون الأسود ده تقديس ليها إنها وصلت لمرحلة أزير. توت عنخ آمون لما اتسجل باللون الأسود كان تقديس ليه، إن هو حياته حصل إنقاذ للحضارة المصرية القديمة. الله أعلم إيه اللي حصل، بس ده يدل على إن الشخص ده وصل لمكانة حلوة على أيامه. الملك تحتمس الثالث ليه تماثيل كانت باللون الأسود برضو متسجلة بس ما وصلت لناش، اتسرقت. مش عارفة بقى اتسرقت قبل ولا بعد ولا امتى ولا فين، بس هي مرسومة على الجدران مقبرة رخم رع اللي عملوا التماثيل دي كانت باللون الأسود. يعني معنى ان انت تشوف تمثال باللون الأسود تفتكرش الأفرو، افتكر عظمة المصريين القدماء، مش باللون. ما في تماثيل حمراء وخضراء وصفراء. فأنا في الحلقة بتاعت النهاردة عايزة أعرفكم يعني إيه اللون الأسود. لما تيجي تشوف التمثال ده لازم تسأل نفسك احنا لقيناه فين. لقيناه في المعبد الجنائزي. معناه ايه يا نيرفانا؟ معناه ان التماثيل اللي بتكون في هذا المعبد يجب ان تصور الملك وهو في حالة المتوفى، في حالة أزير، في حالة الوضع الأزيري. هنا هنلاحظ ان الملك لابس اللبس الرداء الأبيض، لبس أزير، حاطط ايديه على صدره لان ده الوضع الأزيري، لابس التاج الأحمر لأن هو كان عمل توحيد للتاج ده، فبالتالي كان من حقه يلبس التاج ده ويظهر بيه. فضل نفسه انه يظهر بالتاج ده لأن هو كده حس ان هو عمل إنجاز. زي كده لما السادات راح يعوم في قناة السويس عشان يبين للناس ان هو انتصر وخد الحاجة اللي هي ما كانتش عنده. زي ما انتم شايفين، بدل ما تقولوا عليه ان ده علم مصر رايحين تقولوا عليه تبع الافرو، رايحين تشمتوا فينا اولاد الجهلة دول ازاي؟ الملك ده المعبد الجنائزي بتاعه موجود جنب معبد حتشبسوت ومعبد تحتمس الثالث، المعبد الجنزي. المعبد الجنزي اللي هو كان بيقوم فيه الطقوس القرابين وتقدمة القرابين وفتح الفم وقفل الفم وحاجات كتير جدا بتحصل في المعبد ده. فهو عمل لنفسه معبد جنب حتشبسوت، بس طبعا حتشبسوت هي اللي عملت جنبه لان هو قبل حتشبسوت، هو 11. فلما عمل لنفسه المعبد ده التماثيل اللي جوه بقت تحمل الشكل الأزيري، فده شكل الأزيري. اللون الأسود لون أزير، اللبس الأبيض لبس أزير. التمثال في حالة رضاءة، التمثال مصنوع برضاءة لأن ساعتها ما كانش فيه فن مصري، كان لسه بيقوم من بعد ضياع. الملوك أحمس ومينا ومنتحتب ضحوا بنفسهم علشان مصر تعيش. الكلمة دي لو مضحكة عليكم أو على سماعكم دي حقيقة. هم أفنوا حياتهم في إن هم يوحدوا. الملوك اللي بعد كده بقى هم اللي جنوا ثمار هذا التوحيد باستقرار، بفلوس، بكنوز، بأحجار، بحاجات كتيرة. فعشان كده الملوك دول مش بنلاقي ليهم آثار كتيرة، فيوم ما نلاقي ليهم أثر بيبقى مقام معبد، عشان تبقوا عارفين.
فانا حبيت اوضح لكم اهميه بس التمثال ده، عشان لما يحصل الافتتاح ما تسمعش البقين اللي انا سمعتهم دول.